والفجر وليال عشر والشفع والوتر. أقسم الله بأوقات عظيمة تكثر فيها الحسنات، منها الفجر. وما أدراك ما الفجر؟ وما فيه من خير. وليال عشر، وهم 10 ليال من ذي الحجة. فضل والوتر وهو يوم عرفات، والشفع وهو يوم الأضحى. ليس العيد كما يظن كثير من الناس أوقات ضائعة في اللهو واللعب والغفلة، بل شرع العيد لإقامة ذكر الله والثناء عليه سبحانه بها وشكره عليها. وقد أمر الله سبحانه وتعالى عند إكمال العدة بتكبيره وشكره، فقال: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. إخواني، أكررها: ليس العيد لمن لبس الجديد، إنما العيد لمن خاف يوم الوعيد. ليس العيد لمن كسب الجنيه والدولار، إنما العيد لمن خاف العزيز الجبار. أما عن موعظة النساء فوالذي نفسي بيده إن سر الضنك الذي تحياه الآن كثيرا من الأسر المسلمة سببه البعد عن منهج الله والبعد عن شرع الحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع التقليد الأعمال الشرق والغرب. فإن كثيرا من بيوت المسلمين الآن هزمت هزيمة نفسية نكراء، فراح الشاب يقلد الرجل الغربي الذي لا يعرف له دينا، وراحت الشابة المسلمة تقلد المرأة الغربية التي لا تعرف دينا ولا خلقا ولا عفة ولا حياء. ولا أرى ذلك إلا تقليد المغلوب للغالب، تقليد الأسفل للأعلى. كيف ذلك وقد قال الله سبحانه وتعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وإنما نراه الآن في الشوارع والطرقات من تبرج سافل وعري فاضح يؤلم القلب، ومن بناطيل وملابس تلبسها الفتيات بلا خجل أو حياء، من أعظم الأدلة على خراب الأسر وعلى فساد البيوت. فأنا لا أتصور أن بنتا تخرج بهذا الزي الفاضح قد خرجت. لا أقول مسلم يعرف الله، أين أنت أخي الحبيب؟